ليه الدايت اللي كان بينفع معاك زمان ما بقاش ينفع بعد سن ال40؟ من الاخر، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ عمرك سألت نفسك ليه الدايت اللي كان بيشتغل وانا في العشرينات وكان يخسسني بسرعه بقى دلوقتي بعد سن ال40 ما بيجيبش نتيجه؟ وهو نفس الدايت، نفس الجسم، بس النتيجه مختلفه تماما. في علم ورا الموضوع ده على فكره، مش ضعف اراده ولا كسل زي ما ناس كتير فاهمين. النهارده هقول لكم على السبب الحقيقي ليه الدايت ما بقاش يشتغل بعد سن ال40، ونعمل ايه بذكاء عشان نرجع جسمنا يستجيب من تاني. اول حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها الجسم بيتكيف، Adaptive Thermogenesis. الجسم يا جماعه مش روبوت، الجسم كائن ذكي جدا وبيتعلم. في حاجه اسمها التكيف الحراري اللي هي بالانجليزي Adaptive Thermogenesis. يعني لما تقلل اكلك الجسم بيقول ايه؟ اوكي، قللت اكل، هنقلل الحرق عشان نوفر طاقه. يعني بدل ما كان بيحرق 2000 كالوري يبدأ يحرق 1600 بس. كل ما تعمل دايت كتير الجسم يتعلم يقلل الحرق، وده بالظبط ليه الدايت ما بقاش يشتغل، لأن جسمك بيقفل على نفسه زي اللمبة اللي بتوفر. السبب التاني تغيرات في الغدة الدرقية، الحارس كده بتاع الحرق. الغدة الدرقية دي عاملة زي موتور العربية، في الأربعينيات ممكن نشاطها يبدأ يقل شوية حتى لو مفيش مرض واضح. وده معناته ايه؟ يعني تاكل نفس الكمية اللي كنت بتاكلها زمان ووزنك بيزيد. ده معناته ان معدل الحرق الاساسي اللي هو البي ام ار بيقل، واحيانا مفيش دكتور بيكتشف المشكله دي خالص الا لما تظهر اعراض شديده. فلو لقيت نفسك وزنك بيزيد رغم ان اكلك قليل لازم تراجع الغده. السبب الثالث مشاكل الجهاز الهضمي، النفخه والتخزين. بعد سن ال40 مشاكل الهضم بتبدا تظهر، النفخة، الإمساك، أكل يقعد في المعدة بالساعات. وده مش بس يضايقك، ده كمان بيأثر على امتصاص الفيتامينات وبيعمل تخزين دهون كتير. طب ليه؟ لأن الميكروبيوم، البكتيريا النافعة في بطنك، تتأثر بالعمر وبالأدوية وبنوع الأكل. فممكن تلاقي نفسك بتزيد في الوزن مش علشان بتاكل كتير، بس علشان جهازك الهضمي تعبان. نمرة 4، الأكل العاطفي. مع ضغوط الحياة، المسؤوليات والتوتر، ناس كتير بتبدأ تلجأ للأكل كراحة. واحدة مضايقاك من شغلها تاكل شوكولاتة، واحد عنده مشاكل في البيت ياكل شيبسي وسكريات. ومش ده بس، جسم نفسه بيفرز هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وده بيخلينا نجوع أكتر. يعني بعد ال40 التوتر بيأثر على شهيتك وعلى تخزين الدهون خصوصا حوالين بطنك. طب نعمل ايه؟ خد النصايح العملية. نمرة 1، الأكل المناسب ليك انت. مش كل دايت ينفع لكل الناس. ابدأ تلاحظ ايه اللي بينفخك في بطنك وايه اللي بيتعبك. جرب سجل أكلك وشوف جسمك بيرد ازاي. اعمل حاجة اسمها gut reset، إعادة ضبط جهاز الهضمي. زود الألياف، قلل السكريات، استخدم بروبيوتيك لو محتاج. نمرة 3، كل وانت واعي. اقفل الموبايل، اقعد على الترابيزة، اندغ الاكل كويس، ساعتها هتحس بالشبع اسرع وهتاكل اقل من غير ما تحس. نمرة 4، تحليل الغدة الدرقية كل سنة. كل سنة على الاقل قيس الغدة الدرقية خصوصا السيدات، مهم جدا. نمرة 5، قلل التوتر بأي طريقة بتحبها، الرياضة، تأمل، الخروج، المزيكا. المهم تهدي الكورتيزول شوية. الخلاصة، مشكلتك مش انك ضعيف ولا ان الدايت بقى فاشل، مشكلة ان جسمك اتغير ولازم انت كمان تتغير معاه. ابدأ اشتغل بجسمك بالعقل مش بالعقاب، وصدقني النتائج هترجع بس بطريقة جديدة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه الدايت اللي كان بينفع زمان ما بقاش ينفع بعد ال40. من الآخر.